هي نفس القعدة اللي أنت قاعدها، عمّالة تقول لي رسايل هادفة ومواعظ وحِكَم وأمثال، تمام، ما تقول يا اسطى كلام حاجات كده تفرّحنا، قُل نكت اطلع قُل نكت تمام، استهزئ بالناس، استهزئ بكلام الناس، إحنا عايزين نضحك، إحنا من جوانا عايزين نضحك، سيبك من الرسايل اللي أنت بتقولها دي. خلّصت أنت كلامك كده صح؟ عايز أقول لك إن الضحك حلو، بس لو كنت بتضحك وأنت ماشي غلط، ما تستغربش لمّا تُقع وأنت لوحدك. أنا مش باقدّم كلام يضحّك، أنا باقدّم لك مراية، يا تشوف نَفْسك يا تكسّرها. عارف إن ممكن كلامي ما يعجبكش، بس هيوجع، لإن الحق عمره ما كان ماسكة، كان دايمًا جرح قبل ما يكون شفا. تعرف أنا جاي أقول لك الكلمتين دول ليه؟ عشان أنا شايفك 24 ساعة قاعد عمّال أتكلّم في الناس وتقول كلام هادف وحاجات مواعظ تمام، بس بقى أنا عايز أقول لك وأوصّل لك الفكرة إن الناس بقت بتحب التفاهة، بتحب الضحك والهزار أكتر من الجد اللي أنت عمّال تقوله. أنا مش ضد الضحك ولا الهزار، بس أنا اخترت أقدّم حاجة تسيب أثر مش تضيّع وقت. الناس دلوقتي غرقانة في التفاهة، وكل يوم بيعدّي من عمرهم من غير ما يسيب حاجة فيهم. أنا قررت أبقى صوت مختلف، مش هاضحّك الناس دقيقة وأنسّيهم نفسهم بعدها. قررت أقدّم كلمة تحرّك القلب وتفكّرهم هم مين ورايحين على فين. الضحك حلو، بس مش لمّا يكون على حساب رسالتك في الحياة. لو الكلام حرّك فيك حاجة، عايزك تشترك في القناة، مش عشاني علشانك، لإنّك تستحق تسمع كلمة تصحّيك، مش كلمة تضحّكك لحظة وتسيبك فاضي بعدها. لإن اللي جاي مش هزار، اللي جاي دايمًا مواجهة.